في الفيديو ده صاحبي انا هشرح لك اقوى وافضل الخطط اللي انت ممكن تلعب بيها في بيس 2027، وهشرح لك برضو افضل الاعدادات اللي انت تعملها في الديفنس والاتاك في بيس 2027 بعد التحديث. وفي اخر الفيديو برضو هقول لك ايه افضل خطة تلعب بيها وتتصنف في التوب. فقبل ما نخش في الفيديو اشتراكك ولايكك جميل، ويلا بينا على الفيديو. فأول خطة معانا هنشرحها هي خطة 4-3-2. دي لسه مكملة أصلا لحد دلوقتي في بيس 2027 على مر 3 أو 4 سنين أنا بلعب بيها لحد دلوقتي. هشرح لك برضه تفاصيل الخطة دي وتفاصيل الخطط اللي احنا هنشرحها في الفيديو ده. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده بحراسة المرمى. انت معاك حارس مرمى يكون بقدرات هجومية علشان المرتدات او السيروهات اللي هتتضرب، فالحارس الهجومي هو اللي بيطلع ويشيل الكورة. وعندك على اليمين ظهير دفاعي، اول بناء اللعب والتاني ديستروير او محطم. وعندك الظهير الشمال بيبقى ظهير مهاجم. ونيجي يا باشا لخط النص، عندك لاعب يكون ارتكاز ويكون دي ام اف زي دروسي او ريكارد او اي حد، بس المهم يكون معاك ارتكاز في الخطة دي. واللاعب التاني يكون بوكس تو بوكس زي اللاعب التركي ده. وبقى احنا كده خلصنا الدفاع وخط النص. نيجي بقى يا باشا لصناع اللعب. عندك اول لاعب هو الهول بلاير او لاعب الوسط والهجوم زي ايدن هازارد. عندك يا باشا صانع اللعب التاني يفضل اللي هو يكون كرييتيف بلاي ميكر او الابداع في صناعة اللعب، بس انا حاطط ميسي لان كنت بجربه، هو جالي من 100 كوينز فكنت بجربه. لعب معايا 5 ماتشات جايب 3 اهداف. حد يكون ابداع في صناعة اللعب زي فرانشيسكو توتي مثلا، دي بروين. ونيجي بقى يا باشا لأهم مركزين في الخطة وهما المهاجمين. عندك أول مهاجم بيكون أي بقى حاجة بتبقى نو ستايل، تمام. عندك مثلا بيبقى فوكس ان ذا بوكس، وعندك بيبقى جناح مثلا، تمام. بس الجناح انا مش متفاعل عشان احطه سي اف، وطبعا لو انت معاك النسخة دي من لويس دياز فلعبها سي اف، تمام. واعتمد النسخة دي في السي اف مرعبة. لو جينا كده على الاحصائيات، هو مش كتير بس هو عامة اسطوري. بص عندك الوقت 88 تحكم، يعني نسخة اسطورية. وعندك انهاء 84، بس الانهاء جوه الملعب حاجة تانية. سرعة تسارع، وطبعا النسخة دي معاها اكسلريشن بيرست. ونيجي بقى يا باشا للمهاجم التاني وهو المهاجم القناص. لازم يكون معاك مهاجم قناص ومهاجم فوكس ان ذا بوكس او زي ميسي. يعني ميسي مثلا ممكن يلعب سي اف عادي، بس يكون معاك مهاجم تاني غير مهاجم القناص. ونيجي بقى يا باشا للخطة التانية وهي أفضل خطة للمرتدات واللونج بول كاونتر، وهي خطة 4-3-3. الخطة دي أسطورية بمعنى الكلمة يا رجالة. هي برضو معاك نفس ال4 مراكز في الدفاع، وعندك لاعب ارتكاز زي دروسي، وعندك لاعب بوكس تو بوكس زي اللاعب التركي ده، والإضافة إلى لاعب اوركستريتور او خبير صنع اللعب زي المعلم ده كده. وعندك بقى رجاله في الهجوم هما نفس المركزين السي اف، وبتحط لهم مركز كده بيبقى نو ستايل اللي هو يخش من العمق زي ميسي، هازارد، ممكن برضو فرانشيسكو، ممكن برضو حد زي فرناندو توريس. وفرناندو توريس في المركز ده اسطوري. يبقى كده دي يا رجاله تاني خطه معانا. ونيجي بقى يا رجاله الخطه المفضله لقلبي انا. الخطه دي انا بحبها جدا لان الخطه دي انا قبل كده اصلا اتصنفت بيها وقابلت توبات. والخطه دي يا رجاله بتعتمد على ال4 مراكز اللي احنا قلناهم تحت، وطبعا الحارس الهجومي معاك اساسي، تمام. وعندك لاعب ارتكاز دي ام اف زي دي روسي. وعندك اول لاعب بيبقى ابداع في صناعه اللعب، والتاني هو البلاير او لاعب بين الوسط والهجوم. وعندك ده بيكون دي بلاينج فورورد او لاعب الهجوم الداعم زي ميسي. وعندك اللاعب ده يستحسن اللي هو يكون جناح زي لويس دياز، زي باركولا، زي ميسي. وعندك المهاجم التاني بيبقى مهاجم قناص زي اجويرو.
يبقى احنا كده يا رجاله شرحنا التلات خطط دول. لو انت وصلت لحد هنا يا صاحبي، انا حابب بس افكرك باللايك والاشتراك علشان تدعمني ان انا اكمل. وبرضه يا رجاله يعني دي احصائيات المشتركين والغير المشتركين، يعني ما شاء الله. غير المشتركين 97% والمشتركين 2%، وتقريبا كم من 10. من غير كتير كده تعال نكمل في الفيديو، ونيجي يا رجالة لآخر خطة معانا. وهي الخطة دي أسطورية بمعنى الكلمة، ومحدش جربها قبل كده. يعني أنا استحالة أشوف حد بيلعب بالخطة دي، بس الخطة دي يا رجالة أسطورية بمعنى الكلمة. أنا جربتها ولعبت بيها. بيبقى معاك 4 دفاع وتلاتة في خط النص، واحد ارتكاز واتنين إبداع في صناعة اللعب. واحد اللاعب بين الوسط والهجوم، والتاني لاعب الهجوم الداعم. وعندك المهاجم بيبقى اس، يعني يعملوا اس وبقى مهاجم متربص. الخطة دي يا رجالة يعني أسطورية بمعنى الكلمة، ومحدش يتكلم عنها، وأنا مستغرب ازاي أنا محدش يتكلم عنها، مع إنها خرافية بمعنى الكلمة والله. وبس كده يا رجالة، لحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا. متنساش تحط اللايك، تشترك في القناة علشان تدعمني ان انا اكمل، وتنور قناة اخوك، واكتب لي كومنت حلو. ولو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات انصحك تتفرج عليه، كان فيه عظمة بمعنى الكلمة. والسلام عليكم.